في كتالوج يوسف ما كانش مستعد يفقد أمينة، بس الحقيقة إن محدش فينا بيكون مستعد للفقد، ولا في كتالوج بيشرح لك إزاي تتعامل لما الحياة تاخد منك نصك التاني فجأة. يوسف فقد مراته، بس في الحقيقة هو فقد أكتر من كده بكتير. فقد اتزانه، إحساسه بنفسه، والقدرة إنه يكون الأب اللي عايز يكونه. كان دايما بيحاول يقوم بدورين، يسمع ويحتضن ويجاوب على أسئلة ما يعرفهاش أصلا. بس في وسط كل ده كان بيتعلم حاجة أهم، وهي إن الفقد مش نهاية، الفقد تحول. أوقات الفقد بيكسرنا، وأوقات تاني بيعيد تشكيلنا بطريقة ما كناش نعرفها. يوسف اتغير حقيقي. اتعلم يعني إيه حضور، يعني إيه تسمع من غير ما ترد، ويعني إيه تكون السند بعد ما كنت المعتمد. الفقد أعلمه زي ما بيعلم أي حد مر بالتجربة إن اللي بيروح ما بيروحش تماماً، بالعكس بيفضل أثره في ضحكة، في عادة، في فيديو قديم، وفي لحظة صدق تفتكر فيها كل اللي تقاله ما تقالش. يوسف اكتشف إن الحزن مش حاجة تخاف منها، وإن مفيش مدة معينة للتعافي، بس في طريق بيتبني خطوة بخطوة، بالحضور، بالصدق، وبالاعتراف إنك موجوع بس لسه قادر تكمل. الفقد بيوجع حقيقي، بس كمان بيخليك تشوف معنى الحضور من جديد. مش كل غايب راح، ولا كل موجود حاضر.